3 رجال أربعينيون سعداء، وامرأة ثلاثينية جميلة وسعيدة، يجلسون إلى طاولة مجاورة لطاولتي في مقهى ما. كنت أقرأ ديوانا للشاعر المكسيكي أوكتافيو باث. السعادة كانت الرجل الرابع الذي يجلس معهم. ضحكات وضحكات وضحكات، وكلام كثير وكثير متداخل، حار حميمي طفولي. في لحظة ما سمعت المرأة السعيدة تتذكر أنها نسيت موعدا ما مع صديقتها، اعتذرت وغادرت. دب الموت في الطاولة، صارت مقبرة أو قاعة عزاء. سرقت نظرة سريعة إلى وجوه الأربعينيين الثلاثة، كانوا مطرقين، وأحيانا يهربون إلى ساعاتهم أو موبايلاتهم. تركت كتاب الشعر يهوي على الطاولة من سقف يدي، وسمعت نفسي أقول لنفسي: وحدهن النساء، وحدهن النساء، من يزرعن زوابع الكلام وشجر الضحكات والأفكار على طاولات الرجال. من نحن من غيرهن، أولئك الساحرات الهادرات في جبال قلوبنا الساكتة؟ أينما وجدت امرأة جميلة فثمة ضجيج وإبداع وكلام وضحك، ثمة متسع لفن ما وصحة وأسئلة. راقبت الرجال الصامتين وهم يخرجون، تابعت مراقبتهم عبر الزجاج وهم يقودون عرباتهم في اتجاهات متباعدة وغامضة. هل كنت الرجل الخامس؟